بس لو نيجي نتكلم الاول على CIB، احنا فخورين ان احنا بندعم وداخلين في شراكه طويله الاجل مع عمر سمر، لان احنا بالنسبه لنا يعني عمر يعني رمز جميل للشباب المصري اللي ناس كتير جدا لازم تبص وتشوف هو بيعمل ايه وتحاول انها تقلده. زي ما احنا شفنا حتى في الفيديو ده، الحياه عباره عن كفاح. الراجل كان عنده حلم وعايز يحققه باي طريقه، وسنين وسنين، ويعني قعد زي ما انت شفت فترات طويله عمل ومفيش يأس. والحاجات دي كلها احنا في CIB بنصدق فيها جامد جدا. واحنا يعني جوه CIB في شباب كتير جدا وبنحب القيم اللي عمر بيتكلم عليها. والDNA حتى كDNA بتاع CIB يتفق جدا جدا مع الDNA اللي عمر بيتكلم عليه، واللي الشباب المصري يجب ان هم يكونوا عندهم وعي ودرايه بكل اللي بيحصل من ناحيه ان احنا نحسن من نفسنا ويبقى عندنا حلم ونكمل المشوار زي ما بيقولوا. CIB مش اول مره احنا يعني بندعم الشباب، بالعكس دي حاجه احنا دايما بنركز عليها، وفي كذا مثال مش هنخش فيه كتير، بس احنا يهمنا جدا الشباب، يهمنا جدا ان احنا نبقى ندي او نلعب دور حتى صغير عشان نقدر ان احنا نعمل فرق في المجتمع بتاعنا. البنوك بتلعب كلها دور مش بس اقتصادي، بس لازم يكون دور من ناحيه المجتمع، من ناحيه الشباب ده زي ما بيقولوا الفيوتشر بتاعنا، ده المستقبل، لازم ان احنا نقف معاهم ونساعدهم. واحسن واحد ممكن هو يبقى رمز للشباب والناس كلها تبص عليه بكل فخر هو شخص زي عمر سمر. فارجع اقول احنا فخورين، ودي حاجه ان شاء الله تبقى شراكه طويله الاجل، وهنشتغل مع بعض على كذا حاجه، وهيبقى في اخبار كويسه ان شاء الله خلال الاسابيع القليله القادمه. ودي كانت حاجه من اصعب الحاجات اللي بواجهها من اول مشواري خالص. يمكن كان صعب جدا في 2005 وفي 2006 لما كنت بحاول الاقي راعي للمشروع بتاع ايفرست، وكان يمكن عملت اكثر من 100 مقابله وكتبت بروبوزلز وعملت حاجات زي كده، وكان في مشكله طويله جدا ان انا الاقي حد يدعم الرحله بتاعت ايفرست دي من فتره طويله جدا، لحد طبعا بعد يمكن 18 شهر من المحاوله اليوميه قدرت فعلا ان انا الاقي مجموعه من الرعاة للرحله دي، وقدرت انها تتحقق. بالنسبه لمشروع القطبين، الحلم ده بدا يمكن من حوالي سنه ونص او سنتين، وكانت يمكن العقبه الاكبر ان احنا نوصل للنهارده هي وجود راعي يقدر ان هو يؤمن بالحلم والرؤيه بتاعتي ويقف جنبي. وانا سعيد جدا ان من خلال يعني من حوالي شهرين الحلم ده اتحقق، وفي وجود شركه مسؤوله زي CIB تؤمن بالحلم بتاعي وتقف جنبي، لان ده شيء كويس جدا. واعتقد ان شركات كتير جدا في مصر ممكن تاخد من ده عبره وتقف جنب شباب كتير جدا عندهم احلام وعندهم افكار محتاجه تمويل او محتاجه مساعده باشكال مختلفه. لان طبعا مساعده CIB مش مجرد مساعده دعم مالي، انما هو برضه مساعده معنويه بشكل كبير جدا. يمكن قبل ما اتكلم على موضوع القطب الجنوبي او رحلات المغامره بصفه عامه، عاوز اكلمكم عن روح المغامره نفسها. يمكن من قديم الازل والانسان عنده رغبه شديده في تكسير الحواجز، دايما بيحاول يكون الاسرع او الاذكى او الاقوى، بيحاول يوصل لاعلى مكان في العالم، لاقوى مكان في العالم، ابعد مكان في العالم. يمكن الموضوع ده باين جدا في مجال الاكتشاف اللي هو بنتكلم عليه النهارده. لان في 1968 في راجل اسمه سلواري هيربرت اصبح اول انسان في التاريخ ان هو يعدي المحيط الاركتيك المتجمد عشان يوصل للقطب الشمالي على رجليه. دي رحله استغرقت 63 يوم بادوات بدائيه جدا. وفي 1978 في مرسال الجبال مشهور اسمه راينولد ماستر مش بس طلع قمه جبل ايفرست، لكن كان اول واحد في التاريخ ان هو يطلع قمه جبل ايفرست من غير اكسجين ولوحده تماما. حاجتين كانوا الناس يعتقدوا انهم مستحيل قبل كده. لكن روح الانسان في تحدي المستحيل وفي المغامره ما وقفتش بس عند مجال الاكتشاف. في الفن موزارت من سنه صغير جدا غير مفهوم الموسيقى في العالم كله، والطريقه اللي احنا بنتناولها اللي ادت لتغيير معنى الموسيقى الكلاسيكيه في العالم كله.
بنحب دي في العالم في العلوم. الخوارزمي اخترع الجبر، لحد النهارده تطبيقاته منتشره في حاجات احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه كل يوم. انا عندي ايمان شديد ان قدره الانسان ورغبته في تكسير الحواجز، ان هو يعمل الحاجات اللي في يوم من الايام كان يعتقد ان هو عمره ما يقدر يعملها، هو العامل الرئيسي والدافع الاكبر هو تقدم الشعوب وتقدم البشريه في كل المجالات. اللي انا هحاول اعمله النهارده ان انا هحاول اوصل ازاي انا يمكن بعمل ده، او من خلال سواء القطب الجنوبي اللي عمله النهارده او يعني المغامرات او الحاجات اللي انا حاولت اعملها في الماضي. يمكن اكبر حلم كان عندي كان حلم ايفرست، وهو اتحقق في سنه 2007 17 مايو الساعه 9:49 الصبح بالظبط. وضحت اول مصري واصغر عربي يقف على قمه الجبل ده. يمكن كلنا نعرف ان ايفرست هو اعلى جبل في العالم، ارتفاعه 8850 متر او حوالي 29000 قدم. هو ده نفس الارتفاع اللي بتحل عليه الطيارات اللي بتعدي المحيط الاطلنطي. الكل فيه نسبه الاكسجين لحوالي 6% اللي هو اقل من ثلث كميه الاكسجين احنا بنتنفسها دلوقتي، ودي طبعا ليها ابعاد على الجسم وعلى المخ والكلام ده كله. الكل فيها درجه الحراره يمكن ناقص 50، قوه الرياح اللي فوق 100 كيلو في الساعه، حوالي 250 واحد ماتوا في المحاوله دي.